السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انتهت رحلة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد بعد سلسلة من النتائج السلبية في دوري روشن وبطولة آسيا، فضلاً عن أزمة مع الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الأول. وأثار الإعلامي عدنان جستني جدلاً واسعاً باقتراحه أن يقود كاسترو مدرب النصر فريق الاتحاد خلال فترة كأس العالم للأندية، حيث يمثل الفريق المملكة العربية السعودية في تلك البطولة. وكتب عدنان عبر حسابه الشخصي عبر منصة إكس: البعض من الحبايب يطالب في ظل الأوضاع السيئة التي يمر بها الفريق الاتحادي بأن يصبح البديل نادي النصر مشاركاً في بطولة كأس العالم، وذلك حرصاً منهم على سمعة الكرة السعودية. بنفس منطقهم وخوفهم على سمعة الكرة السعودية، ماذا يمنع الآن بعد إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد أن يتم إعارة مدرب نادي النصر كاسترو لتدريب النمور، تقديراً للمهمة الوطنية المقبلة عليها ممثل الوطن؟ وبحكم أن المدرب كاسترو بات على معرفة بالاتحاد وأجواء الكرة السعودية، فهو المدرب المناسب لهذه المرحلة. أعتقد لو نفذ هذا الاقتراح سيكون له تأثيره الإيجابي على نادي الوطن في مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية. أمل أن يجد هذا الاقتراح عند حبايبنا للنصراويا وصناع القرار صداه الإيجابي لما فيه مصلحة وسمعة الكرة السعودية.